على دخلة العيد كل سنة وانتم طيبين. احنا كستات بنحب نشتري شوية منظمات وشوية كده حاجات وأفكار تسهل علينا الدنيا وتدينا إحساس بجو جديد للعيد. دي طبيعة فينا ما نقدرش نغيرها، ومن ضمن الأفكار كده إن احنا ازاي نفصل البيض عن الصفار بالجهاز الكيوت اللي شبه الضفدع دوت. طبعا الملاحة وشكلها القمر اللي انتوا شايفينه دوت، دي شوية أفكار زي ما انتم شايفين حلوة وجميلة. بس هل هي فعلا تستاهل ان هي تتجاب، ولا هي كماليات ملهاش لازمة؟ انا مش شايفة ان انا ممكن اجيب جهاز زي دوت مهما كان سعره لمجرد ان انا اقشر البيض. ما احنا بنخبطه في راسنا يا جماعة وبيتقشر. من ضمنها برضه طقم السكاكين ده حلو جدا، وده انا ما اقدرش انكر ولا اقول ان هو ملوش لازمة، بالعكس حلو جدا ومهم جدا، وكل سكينة منهم ليها استخدام معين. زي ما انتم شايفين القمع ده حلو جدا على شكل فطر، حلو قوي، هو من السيليكون، شكله حلو ومنظم، واستخداماته طبعا كتير في المطبخ ما بنستغناش عنها. شوية أفكار حلوة قوي، بس هرجع برضو وأقول أو شوية منظمات أو شوية أدوات للمطبخ. هي حلوة وكل حاجة، بس أنا شايفة إن هي كماليات، لأن في حاجات تانية ممكن تساعدنا في إن إحنا نستخدمها عادي جدًا. المقص ده أنا عندي يا جماعة، تصدقوا أنا كنت ناسياه والله هاطلّعه، أنا جايباه والله ما استخدمته لحد دلوقتي، بس هو كاستخدام أنا شايفة إن هو حلو جدًا. بس هل هو فعلًا عملي زي ما إحنا شايفين في الفيديو والّا لأ؟ قطّاعة البيتزا مهمة، أنا طبعًا بنعمل بيتزا في البيت ودي من الحاجات المهمة، بس هل العلبة الخاصة بالبيتزا ده شيء مهم وأساسي، أو مش أو ترفيهي أنا ممكن أدفع فيه فلوس وأجيبه؟ هو أنا ممكن ينفعني لو طالعة رحلة أو باخزّن بيتزا في التلاجة لسه ما استوتش وباقطّعها وباحطها سلايسات والكلام ده كله، ولكن مش كل حاجة بنشوفها وشايفين إن هي سهلة وممكن توفّر علينا وقت ومجهود فعلًا ليها استخدام، وفعلًا هتوفّر عليَّ، وإن هي مش كماليات. في حاجات فعلًا كماليات يا جماعة ما ينفعش إن إحنا بمجرد ما نشوفها نجيبها، ومعظم الناس اللي بتجرّب ده وبتجيبه وبتستخدمه بتلاقي الحاجة مركونة في الأرفف وما فيلهاش استخدام، لإن إحنا اتعودنا على الطرق التقليدية لاستخدامها. يعني أنا مثلًا الجهاز أو بتاع السيليكون اللي شكل ضفدع مثلًا اللي فصلت بيها البيض، كلنا بنفصل البيض في ساعتها وإحنا بنكسره، خلاص اتعودنا عليه، فحتى وهو موجود هنكسل ناخده ونعمل بيه، وهنكتفي بإن إحنا نفصل البيضة وإحنا بنعملها على طول. بس فشوية حاجات حلوة وكل حاجة، بس أنا بالنسبة لي كماليات، رفاهيات، مش شيء أساسي، مش دنيتي هتُقف عليه لو ما جبتوش. بس الكوسترات دي حلوة جدًا، عملية، شكلها حلو أوي، بتدّي روح للمطبخ وبهجة. يعني برضه ما ننكرش إن الحاجات دي بتفرق جدًا، جدًا في روحنا. التجديد شيء حلو جدًا ومريح وحاجة حلوة أوي، ولكن بحدود برضه. برضه أنا مش شايفة ليه العلب العصير اللي بيشتروها جاهزة، ليه المفروض إن أنا أفتحها وأفضّيها بحاجة تانية غير علبتها؟ طب ما علبتها برضه بتبقى محافظة عليها، ليه أنقلها من مكان لمكان طالما العلبة اللي جاية فيها بتقضّي الغرض وبتوصّلني إن